دكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، شاب رياضي طموح، كل حاجة جميلة. دعم نادي المنصورة من قبل بداية الموسم. أول ماتش على ملعب المنصورة النهارده، عارفين دعم حضرتك علشان المنصورة ترجع تلعب على الاستاد. شايف حضرتك في نادي المنصورة بعد انشاءات الدنيا؟ بص يا فندم، يعني احنا يمكن عندنا 3 أندية في الدقهلية شغالين او بيلعبوا في دوري ممتاز ب. عندنا نادي المنصورة ونادي نبارو ونادي ديكيرنس. ان شاء الله يعني ال3 يا رب يطلعوا دوري الممتاز. احنا بنشجع طبعا نادي المنصورة، واتفقت انا مع ال3 أندية ان احنا هنبقى في كل ماتش اللي جوه داخل المنصورة الماتش نحضر مره مع ديكيرنس ومره مع نبارو ومره مع المنصورة. بدأنا بنادي المنصورة، يمكن زي ما حضراتكم عارفين نادي المنصورة من النوادي اللي ليها باع وتاريخ زيه زي الاتحاد والاسماعيلي وانديه المحافظات والمصري طبعا. نتمنى ان شاء الله يرجع تاني الدوري الممتاز ويعمل حاجه كويسه. دكتور أيمن كان دايما سباق السنة اللي فاتت واللي قبلها بحضور مباريات نادي المنصورة، وش السعد على نادي المنصورة زي ما الجمهور بيقول. نادي المنصورة محتاج دعم قوي الفترة الجاية، هو وأندية الدقهلية كاملة، من أجل المنافسة في ظل دوري صعب جدا السنة دي. والله أنا عملت اجتماع مع مجلس الإدارة ومع اللعيبة قبل ما الدوري يبدأ، وكل الدعم ليهم اللي هم محتاجينه انا معاهم. وحتى كمان انا قلت لهم لو اقدر احضر كل الماتشات هحضر معاكم، وطبعا اتشرف بيهم ونشجعهم ونستمتع كمان بالكوره اللي هم بيقدموها. النهارده شفنا الدكتور ايمن مجرد دخول الاستاد جمهور المنصوره كله بيهتف للدكتور ايمن اكتر من 5 دقائق. الدكتور ايمن كمان متفاعل مع كل كوره، كل هجمه متفاعل معاه، حتى الفاول متفاعل معاه. نقدر نقول ان اقول لك على حاجه انا عايز انزل العب معاهم اصلا. والله بجد يعني هم لعيبه وشباب جمال، ربنا يوفقهم ويعملوا حاجه كويسه لصالح الدقهليه، ويبقوا نشوفهم ان شاء الله في الدوري الممتاز حاجه جميله يعني. شكرا. الله يخليك. شكرا.